يبدأ الفيلم في سنة 2055. في الوقت ده الحياة على الأرض اتدمرت بسبب الحروب والإفراط في الصناعة وانتشار استخدام الروبوتات العسكرية، وفي النهاية الاحتباس الحراري والكوارث دمرت الغلاف الجوي بالكامل، والتلوث سبب في وجود أمراض خطيرة بتصيب البشر، حتى الأطفال المولودين أو بيتولدوا بأمراض خطيرة، ولجأ البشر في النهاية لبناء محطات تنقية اسمها شبكة السماء أو سكاي نت لحماية اللي باقي من البشر على كوكب الأرض. المدن اسمها عبارة عن أكواد وأرقام، وهونج كونج في المستقبل كان اسمها بي 16، وبيضربها نيزك عملاق أثناء بناء أسوار سكاي نت، وبيرغم من نيزك نبات غريب اسمها بندورة، وبيسبب دمار كبير على مساحة 5 كيلومتر. النبات ده بينمو بسرعة كبيرة جدا، خصوصا عند نزول الأمطار، وبيتحول لسلاح وبيقتل أي حد يقرب منه. ومع ذلك كان له فايدة كبيرة، وأغلب البشر كانوا شايفينها نعمة وجات لهم من السماء، لأنهم بينقي الهواء وبيقلل التلوث، وبسببها قلت الأمراض وبيقدروا يتنفسوا الهواء الطبيعي. وطبعا المقولة اللي بتقول إن البشر دايما بيكتبوا نهايتهم بأيديهم. فجت دور المرة دي على الطفلة سيسي، اللي كانت من ضمن الناس اللي أثرت عليهم الأمراض، واللي بدأ الفيلم بمشهد عليها ووالدها تيلر وهما واقفين قدام صورة قديمة للأرض. بيقول لها ايه رأيك في الأرض، لكنها مش بترد، لأن دي مش الأرض اللي هي عايشة عليها دلوقتي، لأن شكلها بقى مدمر، مش حلو زي اللي موجود في الصورة. ويكون المشهد اللي فات ده مجرد ذكرى بين تيلر وسيسي، لأنه فقدها بسبب مرض السرطان. وبتغير المشهد مع تشينج جوسون وهو قائد بي 16، وبيكون معاه صديقه تيلر، وهما بيهزروا وبيضحكوا مع بعض، وتيلر يقول له انت بدأت تكسل مرة تانية، لكن جونسون قال له انا بستمتع بالهواء، فقال له استمتع قد ما تقدر. رد جوسون وقال له ان الإدارة بتاعت الروبوتات كاملة وان الامر مش سهل، هو انت خايف؟ قال له وهو بيضحك خلينا نبدل الأماكن وأنت تعرف إني بخاف ولا لأ. توصل طيارة عبارة عن مركبة متطورة واللي بتحمل العقل تام، ودكتور تشان المسؤول عن اختراع وتطوير الرصاص الجيني، وبياخدوا جوسون اللواء قائد القوات وصاحب شبكة سكاي واسمه اللواء ليش. وهما في الطريق بيستغرب جوسون من حضور الروبوتات، اللي افتكر إن خلاص محدش بقى بيستخدمها، لكنها قالت له إنها بتثق في الروبوتات أكتر من البشر لأنها أكثر دقة. وبتغير المشهد مع واحد اسمه كولر واقف مع حبيبته لوسي مسؤول الاتصالات في المدينة، واللي متعودين يتخانقوا دايما مع بعض، وهو بيقول لها إنه فشل في تصليح الساعة بتاعتها، فأخدت منه صندوق الأدوات ورمته محتوياته على الأرض. وفضلوا يتكلموا مع بعض في الجهاز لغاية ما تيلر فجأة أخد منهم الجهاز وقال له كولر مش عايز تكون قائد المجموعة. بعدها بيوصل عند اللواء ليشون، اللي بنلاقيه قاعد على كرسي، وبتبدأ تيم في شرح المهمة وبتقوله إن بندورة معدل النمو بتاعها بيزيد مع المية، وإن طبقا للأرصاد الجوية هيكون في عاصفتين في بي 16. أول واحدة النطاق بتاعها مش هيزيد عن 10 مليمتر من المية، وتأثيرها مش هيتجاوز 2 كيلومتر، لكن التانية هتكون 150 مليمتر وتأثيرها هيغطي مساحة بي 16 كلها، اللي عدد سكانها 5.6 مليون نسمة. لازم ينجحوا في إعادة برمجة البندورة لوقفها قبل العاصفة التانية، لأن نموها هيقتل شعب بي 16 كلهم. وبيشرح دكتور شان وقال له إن طبقا للأبحاث الجديدة إن لو تم برمجة البندورة من أول هيكون بارقة أمل للبشرية كلها. وقال له إن البندورة بتمتص الملوثات وبتطلع على أثرها غاز الهيدروجين غير ضار، وإنه في مختبر F9 اكتشف فعالية البندورة تجاه الفيروسات، وبيخفض درجة الحرارة أقل من 30، وهيخلي يفضل خامل وفي حالة ثبات مستمر، لأن تدميرها بالكامل مش في مصلحة البشر. لسه محتاجينها في تقنية الهواء عشان تزيد نسبة نجاح المهمة. بعد المركز روبوت للتنفيذ، وقال توم للواء إن لو قدرنا ندخل مدق الزهرة، والمدق ده موضوع تلقيح الزهرة الأم، ساعتها المهمة هيتم إنجازها، والبندورة هتساعدنا بعد كده لتنقية الغلاف الجوي. فقال اللواء باستغراب تقنية الغلاف الجوي معنى كده إننا هنبطل بناء السماوية؟ وقال لهم انتوا عارفين بيتكلفني كام بناء الشبكات؟ وتم عطت له رقائق إلكترونية يفعل بها النظام. وسأل اللواء هنعمل ايه لو فشلت الخطة؟ ردت عليه تام وقالت له هنروح للخطة البديلة واسمها بلان بي، وهي اننا نقصف البندورة قبل العاصفة التانية، ومدى القصف 14 كيلومتر، لكن عدد الضحايا مقدر ب160 ألف شخص. وسأل جوسون عن خطط الإخلاء، لأنه اكتشف إن مفيش أي خطط للإخلاء السكان، وإن هما منجحوش إنهم يحقنوا البندورة بالمصل الجيني قبل العاصفة.
يبقى 160,000 شخص هيموتوا، لكن هيكون أهون بكتير من 5.6 مليون شخص. وتروح له كده تام والقائد جوسون للجنود وبيقول لهم على الخطط اللازمة لوقف البندورة عن النمو. وهنا بيدور مناقشة حادة جدا بين تايلور والعقيدة تام، وبيقول لها إن دي مهمة انتحارية وإنه مش خايف على نفسه إنما خايف على الجنود اللي معاه. فردت تيم وقالت له إن دي عملية أولى وغير مسبوقة، لكن الأكيد إنهم لو فقدوا أسر مادة التباين هتكون المهمة فشلت. وفي الآخر بيدخل جيسون ويشجع جنوده وقال لهم إحنا ما عندناش غير حل واحد، وهو وقف نمو البندورة قبل العاصفة التانية. وبص العقيد تيم وقال لهم إحنا ما عندناش خطة بديلة لأنهم مش مستعدين إن البشر تفقد البندورة. وساعات الجنود بقيادة تيلر اللي ماسك السلسلة اللي عطتها له بنته سيسي وقالت له يلبسها على طول عشان هتحميه من كل حاجة. وبيلحقوا موقع بي 16 ودخلوا نطاق البندورة فعلا، وبتغير المشهد للحي الشعبي وبيظهر واحد اسمه ياو تراون اللي كان جندي سابق مع جيسون وتايلور، لكن ترك الخدمة علشان مشادة بينهم وبين بعض بسبب عدم تنفيذ الأوامر. وبيشتغل دلوقتي بايع أفلام لكنه بيبيع فيلم الفرد من الأمن أفراد الحي. وشاف الطيارة وهي بتطير من فوق وقال لنفسه إن المركز الصبح طلب طيارتين أوركا وتلات طيارات من السمكة السماوية علشان يمشوا مع الطيارة الأوركا. أكيد في حاجة بتحصل. فقال له واحد من اللي واقفين وفي أعور بيفهم في الطيارات العسكرية. في اللحظة دي بيفتكر حياته القديمة وخناقته اللي كانت مع تايلر، وبنرجع لسرب الطيارات اللي داخل نطاق البندورة. وفعلا لكنهم تعرضوا لعواصف وأمطار شديدة وبيحاولوا يضربوا عليها مدى التباين، وبينجحوا فعلا وبيتبعوا الآثار علشان يوصلوا للمدق في عمق النبتة. لكن بتتعرض الطيارات للاصطدام مع البندورة كل شوية واحدة ورا التانية تتحطم وتفقد الاتصال. وبنلاحظ إن أزهار البندورة بتهاجم الطيارة، وفجأة تم تفعيل روبوت عشاء على واحدة من الطيارات وبيضرب جندي اللي قدامه وبيفتح القنبلة اللي معاه وبيقوم بتفجير الطيارة من طراز أوركا واللي كانت شايلة المصل. وبتوعه وما بيفضلش غير طيارة الطرل اللي اتكسرت ووقعت في الآخر. وبيفضل الإرسال ما بينهم وبين القيادة، وقررت تم تنفيذ الخطة بيها. لكن جونسون قال لها إن فقدان الاتصال مش معناه إن المهمة فشلت، لسه في وقت. وقال له إنه هيروح بنفسه لاستكمال المهمة. وفورا بيروح وقال لها إنهم هيروحوا ينقذوا واحد صاحبهم هما الاتنين، واداله سلاح وقال له لسه فاكر تستخدمه ازاي وشجعه. وفي الآخر اداله التحية في مشهد مؤثر جدا. ملازم ياوتر جاهز بعدها طلب التام من لوسي إيجاد تفسير للي حصل في الطيارات إنهم إزاي فقدوا الإرسال قبل الاصطدام. وبنرجع لتولر اللي بيكون فاق ونجا من الاصطدام وبيتفقد الطاقم بتاعه اللي كانوا معاه. لقى لينكي مصاب وكولر فقد الوعي. بيحاول يفوق كولر وبيسأله فين شنطة الإسعافات، قال له في الطيارة اللي انفجرت. واضطروا ساعتها إنهم يروحوا لأقرب مستشفى عشان يحاولوا ينقذوا لينكولن. وبعد ما دخلوا المستشفى المهجورة تايلور قرر إنه يروح الصيدلية، وفي نفس الوقت رجع الإرسال عند جونسون وعرف إن الطاقم فيه 3 لسه عايشين ومكانهم في المستشفى. وراح جونسون وتابعه عشان ينقذهم. وحس كولر بحركة غريبة ولينكولن قال له رايح يشوف في ايه، لكن بيهجم الوحش على لينكولن. وبنرجع لتايلور وهو في الصيدلية وبيلاقي دمية شبيهة للي كانت مع بنته. وبتكون في طفلة صغيرة في المستشفى عمالة تهرب من الوحوش الفضائية، وتعرض تيلر للهجوم من الوحش لكنه اتغلب عليه في الآخر وراح أنقذ الطفلة في اللحظة الأخيرة قبل ما تهاجمها الوحوش. واعتقد دمية ورجع عشان يطمئن على لينكولن وكولر، لكن لينكولن وكولر بيكونوا تعرضوا للهجوم من وحش تاني وتم عض لينكولن وهرب في تلاجة الموتى بسرعة. بيتعرض تيلر هو كمان لهجوم مع عدد كبير من الوحوش لحد ما حصروهم، لكن أنقذهم المرة دي جيسون وهو في الوقت المناسب ويكون لابس بدلة خارقة بتضاهي قوة الروبوتات واللي في نفس الوقت بتحمي اللي يلبسها. وراحوا يشوفوا كولر وسألوه فين لينكولن، فقال لهم إنه تعض من الوحش. اتصل عشان يشوف لهم مكان للهروب وفجر لهم الحيطة وخرجوا وأنقذ حياتهم. لكن طلع لما شافه سأل جيسون أنت جبته معاك ليه؟ فرد أنا أنقذت حياتك وعملت اللي أقدر عليه. فقال له إنك تعمل كل اللي تقدر عليه مش معناه إنك عملت الصح. وهنا بيتكلموا مع بعض وفي كل واحد منهم ضغينة من التاني بسبب المواقف السابقة. وهنا بيرجع الاتصال مرة تانية بالقيادة، وفي نفس الوقت اللواء بيزعق في تيم وبيقول له منفذتش ليه الخطة بي لغاية دلوقتي. فقالت له إن لسه فاضل ساعتين وإن لسه ما فشلتش، وهددها إن لو عصت الأوامر هيطردها في نفس الوقت.
بيرجع الاتصال وعملوا مسح دقيق للمدق، وقالت له اللواء بأن المهمة شغالة ومش هيقدر يوقفهم. وبيكلم كولر حبيبته لوسي وبيقول لها إنه قالت له إنه ما بيروحش، وإن الساعة لسه ما اتصلحتش لغاية دلوقتي، وإنه لازم ما يموتش ويرجع سليم. قرر جيسون إنهم هيدوروا على رصاص جيني في مكان اصطدام المركبة عشان يكملوا المهمة. واتفاجئ تيلر وتاون إن المهمة لسه، لأنها مهمة انتحارية، لكن ما كانش في حل تاني. ورصد كولر إشارة الرصاص الجيني وإنه لسه سليم في موقع اصطدام الطيارة. لكن لوسي اتصلت بكولر وبتقوله إنها لقت بعض الأدلة على وجود خاين وسطهم، لأن الإرسال بتاع الروبوتات تداخل مع إرسال المركبات، فلازم يلاقوا راس الروبوت الخاين عشان يفهموا ايه اللي حصل ومن ورا فشل المهمة. ووصلوا فعلا لمكان الرصاص الجيني اللي موجود، مبنى متهالك جدا وممكن يقع عليهم في أي وقت. وبتكون البنت اللي لقوها في المستشفى لسه معاهم، وطلبت من تيلر إنه يفضل موجود معاها، وبتصعب عليه وبيفضل معاها. وبيروح جوسون مع كولر لوحدهم علشان يلاقوا الرصاص الجيني. وبنعرف إن البنت دي اسمها نانسي، وتقريبا في نفس سن سيسي بنت تيلر اللي ماتت بالسرطان، وعرف منها إنها تاهت من أمها في المستشفى. تيلر بيفتكر لحظة وفاة بنته في المستشفى وبيبكي، وقال لنانسي إنه مش هيسيبها في المجاية كمان. وبعد فترة ووصل جوسون لمكان على ارتفاع 50 متر، وبيصعد جوسون بمساعدة البدلة بتاعته. وكولر فضل في الأسفل عشان لقى الروبوت الخاين، وكان معاه صمام القنبلة وحاول يفصل راسه. في نفس الوقت جوسون بيقوم بالبحث، لكنه تعرض لمخاطر كتير وكان هيقع. لكن في الآخر أنقذه تيلر فجأة بعد ما أقنع نانسي إنه يساعد صديقه، وقال له إحنا الاتنين لازم نحارب جنب بعض. ووصلوا فعلا للرصاص الجيني اللي كان في عربية متعلقة في الهواء، لكن المبنى كان بيقع. وفي نفس الوقت جوسون كان بيحارب الوحوش، ووصلوا للرصاص الجيني أخيرا، بس المبنى كله وقع عليهم. وبسرعة أنقذوه قبل ما تقع عليهم عربية وخرجوا سالمين، وبكون راس روبوت مع كولا. وحلل البيانات اللي في دماغ الروبوت، واكتشف إنه حد أعطاه أوامر للروبوت بتدمير المركبة، ومفيش غير اتنين مسموح لهم بكده. فخمن تايلر بأنها تيم، لكن جونسون قال له إن اللواء مسموح له كمان بكده. وافتكر جونسون إن الموقف اللي قاله فيه إحنا كده مش بنبني سماوية تانية يعني. وبيعمل اتصال مع إلشون وبيقول له إنه كشفه ومش هيفلت بعملته دي. وقال له جونسون إنه ما بيهتمش بحياة الناس، المهم عندك الفلوس. فقال له اللي هو انت فاكر ان الموضوع فلوس وبس، الحقيقة مش كده، لان مشروع الشبكة السماوية جزء واحد وانتم مش هتقدروا تعوشوا. وروني بقى تقدروا تتغلبوا على نجمة وتيمور وتلات روبوتات تانيين ازاي. وقطع الاتصال بينهم وبين كل الأجهزة اللي في المركز، وادى الأوامر الروبوتات إنهم ينهوهم. وقررت تيم إنه لو مرجعش الاتصال مرة تانية في خلال 30 دقيقة هينفذوا الخطة بيه. وفعلا في الطريق هجمتهم الروبوتات الغريبة بتاعتهم وحاولوا يهربوا منها، وبيضربوا عليهم نار والروبوتات بتهاجمهم أكتر. وكان الصراع بينهم سجال، وكانت عبارة عن مشاهد أكشن محترفة، وده كان أكتر مشاهد مميزة في الفيلم. وفضلوا ماشيين وهم في نفس الوقت بيحاربوا الروبوتات لغاية ما لقوا إن الطريق اللي هم ماشيين عليه اتدمر في طارة العربيات في الهوا عشان توصل التانية. لكن كان ماسك فيها الروبوت ومصمم يشدهم لتحت ويوقع بيهم العربية، لحد ما قرر جوسون التضحية بنفسه. وراح وقع على الروبوت وأجبره يسيب العربية، ووقع معاه وضحى بنفسه. وتيلر كان حزين على صديقه، لكن قرر يتماسك ويواصل لاستكمال الخطة المدق. وقرروا يعملوا ثقب فيها، وتولى كولر المهمة دي، وخلوا نانسي تدور على مكان تستخبى فيه في العربية. وأخيرا بيتعاون تيلر مع تاور بعد القطيعة اللي كانت، وتعاونوا علشان يقضوا على الروبوتات الضخمة الموجودة هناك. وتيلور شتت انتباه الروبوت عشان كولر ينفذ المهمة، وبياخد تاو مكانه. وتاو ضرب الروبوت، لكن الروبوت قام ومن أول وجديد لكنه ما تأثرش. وفي نفس الوقت وصلت لوسي صديقة كولر لنفس الاستنتاجات، وقالت للعقيدة تام عليها. وفهمت العقيدة تام مين اللي كان عايز المهمة تفشل، وراحت للواء وقالت له إن لعبته انكشفت وإنه هيتحاكم وإن مفيش مفر. لكنه سخر منها وقال لها هتضطري خلاص إنك تقصفي البندورة، لأنه قدامك 10 دقايق بس والعاصفة التانية خلاص هتبدأ. وفعلا اضطرت تام تنفيذ الخطة بيه، وأرسلت طائرة بالقذائف فوق البندورة مباشرة ومنتظرة إشارة البدء. وفي نفس الوقت ده كولر بيكون عمل حفرة، وكان تيلر الروبوت في معركة ما بينهم، ووقعت السلسلة من تيلور
وافتكر بنته، والدكتور بيقول لها إن الخلايا السرطانية انتشرت في كل حتة من جسمها ولازم يكون مستعد، لغاية ما شاف الروبوت الضخم صوب سلاحه تجاه العربية اللي مستخبية فيها نانسي. وقعد تيلر يفتكر بنته وهي بيجري بيها في المستشفى، ونانسي وهي بتقول له ما تمشيش. وفاق ودمر الروبوت اللي كان بيضربه. ظهر قدامه من أول وجديد جوسون مرة تانية ومعاه نانسي، وقال له احنا لازم ننهي المهمة وإنه مش هيسيبه بالسهولة دي. لكن المشكلة إن المطر بدأ ينزل، وبدأت البندورة في النمو والتدمير مرة تانية، وتحولت لسلاح جبار بيقتل أي حاجة في طريقه. وفجأة بيرجع الاتصال للمحطة وبيبلغهم إنه فتحوا الطريق للمضاق. وتيم ألغت المهمة فورا وأمرت الطيار بالرجوع، ودخل جوسون المضاق ومعاه الرصاص الجيني، ولقى إن كل الوحوش بتطلع من نفس المكان. وراح رمى الرصاص الجيني عليهم وماتوا كل الوحوش ووقف نمو البندورة. ورجع السلام لمدينة بي 16، وبيكون كل الجنود في المحطة سعداء. وتنبسط للوسي بسعادة، لكنها لما رجعت مكتب اللواء ليشون عشان تقبض سمعت صوت رصاص لأنه اللواء انتحر. وبعد فترة من نجاح المهمة بنعرف إن الدكتور تشان عدل الجينات الوراثية للبندورة واستخدمها في تنقية الهواء بشكل مكثف. ورجعت الصداقة مرة تانية وبيهزروا وهما بيغسلوا العربية بتاعتهم. ونانسي بتلون وبترسم ونانسي بتلون وبترسم عليها. وكده بيخلص فيلمنا. أتمنى لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة، وتنوروني يا اخواتي في التعليقات. مستنيكم في أفلام جديدة. سلام.